طلعوا شلون كان اخي. بس اعرف ايش قصة ننوش وطلعت امها كمان مثلها مع المأكولات البحرية. حبي باكل سمك بس هيك شيء مستحيل. كتير طيب، حتى هي ضلت منها قطعة وحدة هي ريدس. وهي الشوربة طلعوا ما أحلاها والله العظيم. مفيدة ما بعرف ليش بيخافوا. ليش بتخافوا؟ تعالوا كلوا انتوا، تعالوا لا تردوا عليها. كلوا كل ما في أطيب المأكولات البحرية. الإنسان لازمه غذاء. طلعوا شلون كان عندي اليوم آخر جلسة من شان الكلف. رجعت أخذت أبر، آخر جلسة وأبر براسي. لا تطلعوا على شعري منكوش، ما بحسن بحط مي على حالي. هاي الفكرة. فلهذا السبب أنا بعرف هلأ راح تعلقوا على هذا الموضوع. ريتشو ليش وجهك منفخ؟ من الأبر والله، من الأبر. لهيك قلت بتغزع. لسه في سمكتين كبار هلا بده ينزلوا هيك ينبطحوا هون يتشطعوا قدامي. شيء انه بعد ما تشبع تجيك ضيافه. يعني اجت هي واجت هي. ايه يا عيني على الضيافات. انا ليش ما بضيفوني كل المطاعم مثل هذا المطعم؟ اوه طلعوا فيرة اللحم عن جد والله يا جماعه. انا مالي من جماعه شوكه وسكينه، بس لانه غسل ايديه ما بدي وسخ. شايفين لك صحتين يا عمي، صحتين. التبله رهيبه، بدك تتعلميها. ايه تكرم عينك. ماشي احنا هون طلبنا هدول. تعالوا كلوا صفر طاس، وهو نفس المحل بيك تيستي. نفس المحل اسمه صفر طاس او بيك تيستي. عن جد كتير طيب بالشارقة والله، كتير طيب. انا حبيت هون مشروب كتير عصير بجنن انا طبيعي. عن جد ما عاد فيني 100 صحة يا عمي. بدي اخذه معي. ايه شايفين لي هالبنوتة الحلوة؟ هاي البنوتة الحلوة هلا الغماز ابوها تبع السيارة عم بيشتغل وبطفي بوجهنا نحن، بس ما بيأثر. كانت عم تشوفني من على البلكون على طول، قام اخر شيء كبشتني، كبشوني العيلة كلها. تحبي ريتشو وننوش؟ اكيد. روحي جاكري كل قرايبينك، قال بدك تجاكرهم بهذا الستوري. روحي جاكريهم بسرعة، يلا روحي بسرعة. طلعوا يا جماعة فائت من النوم لحتى تفحصني. شايفين هي ستايل زحمة عشاق عجبة. هذا الستايل اللي شاف البرومو بيعرف هذا هو ستايل زحمة عشاق. طبعا في نظارات، في له كماليات. فبدي اقول لك على شغله قبل ما تتجوز يا حبيب اخوك. بس هلا عيش حياتك. انت ما في حدا ليحقك هلا. بس تتجوز يا حبيبي ما عاد فيك لا تتدخل بحلاقتك ولا بدقنك ولا تتدخل ولا بثيابك، ولا راح تتدخل بشيء ابدا، لانه في مين يتدخل. عرفت شلون؟ صح. فعيش حياتك قبل ما تدخل على القفص يا حبيبي. قبل ما تدخل على القفص اللي بيجنن. انا حبيت الحلاقه حبيبي وحبيت نبغي فرجيني التحديده. ايه تمام. لا الحمد لله فائت من النوم. الله وكيلكم مشان تفحصني، كانت نايمه. الله وكيلكم. وهلا حطينا الاغنيه عرض اول. بكره ان شاء الله الساعه 6 بتوقيت الامارات راح تنزل الاغنيه. بس رح اخبركم على شيء كتير مهم، خليكم معي بس لحظه. الشيء اللي بدي اخبركم عنه، اليوتيوب عمل تحديث جديد. شايفين كيف هون ارسال اشعار الي؟ شايفين كيف؟ انتوا بس تضغطوا على هذا الزر تبع الاشعار فراح يوصلكم اشعار اول ما بتنزل الاغنيه. انه في كتير منهم ما عم يعرفوا حسب التوقيت، مثلا توقيت السعوديه بتوقيت تركيا عم يسالوني. فانتوا بس تفعلوا هذا الاشعار راح يوصلكم اشعار، راح يبلش يوصلكم اشعارات قبل ما تبدا الاغنيه بنصف ساعه. راح تبلش الاشعارات توصل لعندكم تلقائيا. الساعه 4 بالليل تفضلوا معنا، رايحين مشوار. الست ميرو فائت وما بقى بيجيها نوم وجوعانه وما عم يعجبها ابدا شيء بالبيت. وما بعرف اما شو كان شكلها اما جوعان. عرفت والله عرفت. واكيد انا جوعان، يعني بدها 15 واحد يحكوا فيها. تفضلوا معنا، ليتس جو. شوفوا الفرحه شوفوا الفرحه يا عمري انا. واو انتي نزلتي بابا بالليل. لمين هدول لا لميرو. يا عين شوفي عنا هون، ورجينا لنشوف. يا عين بس ما يكونوا سخنين عليها عن جد. نزلتني الساعة 4 وجوعتني معها وجوعت أمها معها. تخيلوا أنتوا يعني. طبعا هي إلي أنا وفي إلي وحدة هون أنا، يعني هيك بيصيروا تنتين لإلي. عرفتوا؟ هي لننوش بس. هي شايفينها هي والبطاطا هون. أوكي إن شاء الله ألف صحة. أيوة برافو يا ميرو. لا ما هيك، لا هيك ما اتفقنا يا بابا. أنا بدي تتغذي يا عمري. شوية هيك هي بتجرب شوي. طب بتجربي انت. عطيها من هدول اول. في هون كم قطعة.
بدك تحرقني؟ لحظة شو بدها؟ لحظة ايش عم تحكي؟ ايش عم تحكي ميرو؟ بدك عليك عمري والله سند بس يكبر ويشوف هالستوريات لا يفضحنا. طلعي فيني ميرو، بس يكبر ويشوف هالستوريات لا يفضحنا. انه هيك كانوا يعملوا فيني. مثل ما هو ابننا هاي كمان بنتنا. ايوه بس انه بس يكبر هداك بصير هو كمان. انا بتوقع هداك يمسكني من ايدي وياخذني بدون علمكم. دبري حالك انت وميرو. بس لا هي هون الدلال كله.